مساء الفل ومساء النور ومساء الحب العميرات تاعي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا ملاح وكامل تكونوا بخير ان شاء الله. جبت لكم فيديو جديده، وقبل ما نبدا فيديو تاعي البنات نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعين، البنات صلوا عليه اجمعين ونبداو الفيديو تاعنا على بركه الله ورسوله. واش نسحق اليوم في الفيديو؟ جبت لكم وصفه كما العاده، ماشي كما عاد عندي بصح ما نشحت لكم وصفات، معليش كل ما نروح ندير وصفه جديده وشابه واقتصاديه وسهله وبسيطه راني غادي نحطها لكم وراني نشاركها معكم، باسكو هاد الوصفه هذه البنات والله ما تندموا عليها، والله كنت جربوها قسما بالله غير تبدل الراي تاعكم، يعني تجيكم يعني شابه 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 بزاف 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 وتهبل تهبل تهبل البنات. الكاطو تاعها تاع هاد الوصفه هذه يجيه الشيش البنات بزاف والله صدقوني. المهم نبدا لكم بالوصفه. هنا حقو نحتاجو 3 حبات بيض، نحتاجو كاس تاع سكر كلاصي البنات، ماشي السكر لي نورمال. ايوه، ومن بعدها نبدا نسحقو ثاني الذوق تاع الليمون كما راكم تشوفوا معايا، نحطو شويه برك، يعني واللي عندها البوشور تاع الليمون البنات دير البوشور تاع الليمون، يعني غير كيف كيف، يعني دير هذا وزيد ثاني بوشور تاع الليمون. انا ما كانش عندي بوشور تاع الليمون، كان عندي غير هذا برك ديرته البنات، هذا ما كان يعني غير كيف كيف. ايوا نبداو هنا نخلطو بالفوي تاعنا، يعني والله غير صدقوني البنات، والله غير صدقوني، الا وصفه هذه البنات واش نقول لكم، لا تهبل 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 شابه بزاف. وثاني ما تديش منكم وقت، ما تديش منكم وقت، يعني ماشي وصفه اللي تدي منكم وقت تبقاو تقارعوا تبقاو تستناو باسكو انا ديك الوصفات هذوك ما نبغيهمش على بالكم. يعني اي وحده نظن ما تبغيش تبقى تقارع في الوصفات، تستنى وصبر وريح ودير هذاك، انا ما نبغيش هذوك الوصفات الصراحه، يعني حاجه سهله شابه نبغيها نروحوا وثاني نبغي نشاركها معكم. هنا كما خلطنا البيض والسكر تاعنا، هنا جبنا عندي كاس اللي قست به السكر تاعي سكر كلاصي، هنا نجيبو نفس داك الكاس ودرت فيه البنات قوقاو مرحي كما شفتوا معايا البنات، قوقاو مرحي، كاس تاع قوقاو مرحي، باسكو غادي يزيد لكم واحد البنه واحد الذوق داخل الكاطو تاعكم. يا واش نقول لكم البنات والله غير لا يجيه شباب يهبل. المهم وثاني نحتاجو كاس تاع الزبده ولا كاس تاع المارغرين دايبه البنات، كما تعرفوا اليوم الزيت راه غالي البنات وما راش كاين، يعني الزيت اليوم ما راش كاين البنات، راكم تشوفوا نورمالمون راهم في معظم الولايات تاع الجزائر نورمالمون الزيت سورتو عندنا هنا في الغرب، واش نقول لكم راه قليله 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 وبزاف، يعني باش كيما نقول لك تلحق لك بيدو تاع زيت ولا يعني يليق لك هذه هي البنات. يعني كما تعرفوا هذه الوصفه هذه جايه بالمارغرين، على بها قلت شابه بزاف المارغرين راه كاين نعوضوه بالزيت، هذا ما كان نعوضوه فيه بلاصه الزيت البنات. المهم يجيبكم مارغرين، ديروا تحقوا كاس تاع مارغرين ذايبه، هذا ما كان. هنا درنا بعد ما خلطنا البيض والسكر وخلطنا زدنا كاس تاع قوقاو مرحي، نزيدوا عليه كاس تاع مارغرين ذايب، نزيدوا عليه خماره وزن 10 غرام اللي موالفه انا نستعملها البنات خماره هذيك، ونزيدوا نبداو نخلطوا نبقاو نضيفوا الفرينه بشويه. هنا الفرينه البنات كل وحده وفرينتها، يعني ما نقدرش نقول لكم بصح هنايا الكاطو تاعكم يدي لكم حوالي 600 غرام صديقه كل وحده وفرينتها، بصح راني نقول لكم انا برك بالتقريب 600 غرام تاع الفرينه يديها لكم. هذا ما كان نقعدوا كل شويه نضيفوا ونخلطوا تاني. انا هنا في الوقت نخلط بالفوي تاعي، من بعدها قلت نستعمل يدي احسن ونبقاو نخلطوا باش ما نعجنوش في لاباط تاعنا البنات، لا بقاو نشغل باصابع تاع اليدين برك. ايوا ورانا نخدموا لاباط تاعنا. هنا بعد ما لميت لاباط تاعي كما راكم تشوفوا، يعني ما نحاولوش ما نقصحوهاش البنات، نديروها نورمال عادي طريه تجي شابه كما قلت لكم. وهنايا انا كنت فرجت جبت على باسكو نخدم على الطابله، جبت ورق الشفاف هذاك فرجته على لاطاب باش تساعدني، وهنا جبت لاباط تاعي وكنت بسطها على داك على اللاطاب تاعي. ايوه بصح البنات ما نحاولوش ما نرققوش لاجينا البنات شوفوا في هذا اللي تبغي، باسكو هذا الكاطو هذا ما يجي ما غاديش نلصقوه مع بعضه، يعني اللي تحب تلصق الكاطو تاعها، اللي تحب تلصق حبه مع حبه دير رقيقه نورمال، واللي تحب ما تلصقش حبه مع حبه يعني شويه تغلظ الحبه تاع الكاطو تاعها، يعني باش تجيها حبه. انا ما لصقتش مع ما لصقتش حبه يعني لصقت درته غير خليته كيما هكا حبه وحده برك، ما لصقتش جوج حبات مع بعضهم. هذا ما كان. وكي البنات ديروه في الفور، يعني في الفور نقصوا راه ملتاح نديروه على 180 درجه ونخلوه يطيب عادي البنات ويطلع لكم والله غير يجيه شيش ويجي شباب بزاف.
المهم هنا انا درت انا غير تاع حبه، يعني كان حبات اللي خرجوا لي رقاق البنات، دوك تشوفوهم معايا شي حبات ماشي بزاف، يعني لصقتهم، درت لهم انا لصقتهم انا بالعسل ولا بكونفيتور ولا باي حاجه. فكرتوني البنات. هنايا شوفوا الطريقه، كان اللي تبغي، انا الطريقه درت هذه يعني خليتها حتى طاب، ايا وديكوريته بصح اللي تبغي تسهل على روحها باش ما تقعدش من بعدها ديكوري ومن بعدها تتعذب وكاع. يعني في الاول كي تكوني رايحه ديريه في الفرن، يعني جيبي صفر تاع البيض، يعني خلطي مليح، ايا وديريه ديكوري بالفوق كيما انا راح نوريك الديكوراسيون تاعي دروك. نشوف تبدا تبغيو في بلاصه هاد النوات كوكو هذا انا اللي درته. كاين اللي تبغي دير القوقاو، هو الاصل تاعه نورمالمون يجي فيه القوقاو، انا القوقاو يعني ما كانش هذا اللي كان عندي كنت درته في لاباط لداخل راكم تعرفوا. انا من الفوق يعني خليته حتى طاب وديكوريته ديكوراسيون خفيف، درت له نوات كوكو والعسل هذا ما كان. بصح كيما قلت لكم اللي تبغي دير له قوقاو ولا تبغي الذوق تاع القوقاو بزاف، يعني كيما درته ديرو من الداخل، والاصل تاعه يجي فيه قوقاو، من برا الديكوراسيون تاعه كيما هذا يجي فيه الديكوراسيون عفوا البنات يجي قوقاو ما يجيش نوات كوكو. بس انا بغيت نبدل شويه، هذا ما كان كيما كنت تشوفوا هنا. كاين حبات اللي عندي رقاقيات لصقتهم حبه مع حبه، والحبات اللي جاوني نورمال شويه شغل طالعين عادي خليتهم كما كان، خليت حبه واحده برك وديكوراسيون خفيف البنات. يعني انا هذا شوفوا بغيت نشاركه معاكم برك باسكو انا درته لخوتي الصباح كي نورو يقراو كاع يبغيو يتعوفوا كي يروحوا يتعوفوا يتقهواو الصباح ياكلوا الكاطو مع القهوه تاع الصباح. هذيك هي درته لهم باش يتقهواو الصباح. هذا ما كان يعني حاجه شابه بسيطه تفرحي بها داركم، ما تديش منك وقت بزاف. وهذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم ونقول لكم تبقاو على خير.